السلام عليكم، ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. عاملين النهارده فيديو حلو وفيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده عاملين السمبوسك بطريقه سهله وبسيطه. غاليه بره ومش عارفه على ايه والله. تعالوا بس الاول نشوف العجينه بتاعتنا عشان نمشي مع بعض خطوه خطوه ونرجع نشوف احنا عملنا ايه. معايا نص كيلو من الدقيق وعليه رشه الملح اللي انتوا شايفينها ومعلقتين اتنين زيت اللي انا حطيتهم دول. دي مقادير العجينه ومش محتاجه يعني مش محتاجه اي حاجه. هو نص كيلو دقيق، عليه معلقتين زيت ورشة الملح والمية من الحنفية على زي ما ياخد منك. الكيلو الدقيق عليه رشة برضو نفس هي رشة الملح وأربع معالق زيت. وهنعجن بمية من الحنفية عادية جدا. تمام. حابة تعجني بمية دافية، طبعا المية الدافية مش شرط يعني تكون في خميرة عشان نعجن بمية دافية. هي المية الدافية بتزيد طبعا، يعني ايه، بتخلي العجينة طرية كده وحلوة معاكي، وبتزيد طبعا في ملمسها الحلو أو نعومتها. غالية ومش عارفة غالية ليه. وهي دي الطريقة الأصلية، الطريقة اللي احنا نعملها دي هي الطريقة الأصلية، يعني الأصلية للسمبوسك. ومش عارفة هي غالية على ايه بصراحة، وعلى ايه نعملها في البيت ضامنين احنا عاملينها ازاي، عجينتها معمولة ازاي، الدقيق بتاعها منخول كويس جدا ومتشاهدين عليه. مقاديرها المظبوطة موجودة، وهنحشيها بالحشوة اللي تناسبنا واللي على مزاجنا. ومش مضطرين ابدا ان احنا نشتريها من بره اطلاقا، مش مضطرين. تمام. زي ما انتوا شايفين كده لميت العجينه في البوله بتاعتي زي ما انا معوداك. ولو انت عندك الرخامه، طبعا كده كده بتكون رخامه المطبخ نظيفه، حطي الدقيق وعليهم معلقتين الزيت واعجني بالميه على الرخامه. حتى كمان الحله انت مش يعني ملهاش داعي. تمام. هعمل ايه؟ هعجن العجينه زي ما انتوا شايفين قاسيه. العجينه قدامكم كده جامده وايه، ويعني ومش يعني ومش مش طريه كده زي العجينه اللي انا بقى ايه بعملها قدامكم بتكون طريه كده وحلوه. لا، العجينه دي لازم أن تكون ناشفه، لازم أن تكون قاسيه علشان ناخد منها اللي احنا عايزينه، عشان لما نمط ونشيل ونسوي ونفرد ونقطع وكل الحاجات دي العجينه تستحمل معانا. ما اعملهاش بقى اكتر ميتها بقى والعجينه تقوم عامله مني، واجي افرد بقى واشيل واعمل، تتقطع مني وارجعوا لي العجينه باظت والعجينه مش مظبوطه. العجينه اصلا شوفوا العجينه جامده، وهو ده المطلوب، يعني هو ده المطلوب اثباته جامده، وانا عايزاها جامده. تمام. بعد ما سيبنا العجينه ترتاح، العجينه مفيش فيها خمير، بس لازم تتساب ترتاح، لان لو ما ارتاحتش ابدا مش هنقدر نطبق الحاجات اللي احنا هنعملها. او هنطبقها، مش هنطبقها وكل حاجه، بس هيبقى صعب قوي قوي ان ايه، يعني هتتعبنا هتغلبنا. يعني احنا لو عايزين نفرد هتفرد بصعوبه شويه. النص كيلو دقيق ده انا قطعته على 9 كرات، او تسع قطع من العجين. طبعا هتعملوهم انتوا على 8. تمام. انا بس عشان مرضتش اشيل من كل، بعد ما كورتهم مرضتش اشيل القطعة التاسعة دي واحط ايه على كل قطعة كده عشان يبقوا 8 قطع. فعادي جدا مفيش اي مشاكل. هي النص كيلو دقيق هيعمل لكم 8 كور. اعملوه 8 كور. ليه بقى انا يعني بقول 8 كور؟ علشان ال8 كور دول هيريحوكوا او هتقدروا تتحكموا فيهم في الفرد. ما ينفعش تعملوا اكتر من كده، هيتعبكم انتوا في الفرد ومش هتلاقي صينية تساع الكمية اللي انا بقول عليها دي. فاربع هقطعهم بقى كده على 8 كور، وهبدأ ان أنا اكور على الرخامة. تكوري على ايدك على حسب يعني ما بتعرفي تشتغلي، او زي ما انت متعودة. هكور بقى الكور دي كده كلها. هبدأ بقى كده ان انا اكور الكور بتاعتي، وبعد ما اكورها هبدأ بقى ان انا ارش الرخامة بتاعتي بدقيق. وعلشان ابدأ ان انا افرد باقي المعجنات بتاعتي، هنحط هما 9 قطع، هنحط 4 على بعض وخمسة على بعض، ولكن في الغالب انت هتعملوهم 8 قطع علشان يبقوا كل الكور على بعض. مصفى كده وفيها شوية دقيق، وهخليها جنبي. وبولة هحط فيها شوية زيت كده محترمين. وعلشان هنورق بطبقات السمبوسك بتاعتنا بالدقيق وبالزيت. تمام. اول حاجه كده هظبط الدقيق كده على حته العجينه كلها، وهبدا ان انا افرد كده. طبعا مش هفرد كبير الاول، هفرد بس صغير علشان اعمل بقيه الكميات كلها بنفس الحجم كده زي ما انتم شايفين. هبدا كده احط دقيق تحت يعني العجينه بتاعتي علشان ما تلزقش على الرخامه وتديني شكل متناسق وشكل مناسب. تمام. زي ما انتم شايفين كده هنعمل كالآتي. هنحط الدقيق وهنفرد كده يعني حجم الرقاقية الصغيرة كده، وهبدأ ان انا احطها على جنب. تمام. هبدأ كده انفضها من الدقيق كويس جدا وهحطها على جنب علشان اعمل باقي الطبقات. سهلة. هي بس عايزة يعني ايه شوية، التكنيك بتاعها الصعب قوي في يعني في الفردة الأخيرة والتسوية على النار.
هقول لكم على كل حاجة يعني مع بعض، مش ان شاء الله مش هنحاول ايه يعني ايه ننسى اي معلومة. هعمل ايه؟ انا قطعتها كده وفردتها وظبطتها، حطيت عليها زيت فرشة كده، وهبدأ ادهنها بزيت او بخاخ من الزيت. في بخاخ كده يعني بيكون موجود وفي زيت تقدري تستخدمي عادي، ولكن الفرشة انا استسهلتها علشان بتكون اسهل معايا على طول في الشيل الزيت والايه على طول يعني. حطيت زيت على على قطعة العجينة اللي انا فردتها، وبعد ما احط الزيت بالمنخل كده. اكتر حاجة بتوزع الدقيق كويس جدا ومتساوي وزي ما انت عايزة هي المصفى او المنخل، تمام؟ عشان بس ما تحطيش بايدك في حتة وحتة لا. انما المنخل بقى او المصفى كده زي ما انتم شايفين بتسهل قوي، تحطي عليها كلها. هتحطي ليه بقى دقيق؟ ما هو احنا لو ما حطيناش دقيق بين الطبقات وبعضها والزيت، مش ما احنا مش هنقدر نطلع الطبقات من بعضها، لان هي يعني ايه الفكرة في ان احنا هنحط الاربع طبقات او الخمس طبقات على بعض وهنسوي على نار هادية، يعني دقيقتين او 3 دقايق على كل وش وهنطلعها، لان طبعا هي السمبوسك بتتحشى وبتتحمر تاني. يعني نص عملية التسوية بنسويها تاني، فمبتتأخرش على النار. وطبعا احنا عشان مش عايزين نلزقها، مش عايزينها تلزق في بعضها، لان احنا عايزين نحشي الطبقات من بعضها ونورقها، فلازم هنستعين بالزيت وبالدقيق لان هي دي الطريقة الأصلية بتاعتها. الا في بقى في يعني عجاين تانية للسمبوسك، عجاين عادية بتبقى مية برضو وزيت ودقيق، وبنعجنها بقى كده زي القرص ونبططها نعجنها كده نفس العجينة بس نقرصها بقى قرص صغيرة كده، ونحشيها ونعملها زي القطايف، يعني نقطعها كده ونبططها زي القرص الصغيرة ونحشيها أي حشوة. جبنة بقى، جبنة اسطنبولي، حشوة خضار، بسلة، بجزر، بفراخ، فراخ، لحمة، جبن بس، زيتون، يعني أي حاجة، أي حشوة زي ما احنا متفقين، أي حاجة فيها حشوة. سجق يعني بلدي بقى، وانت مقطعاه مثلا عاملاه عصاج، بصل وفلفل، اي حاجه بقى، اي حاجه، حتى لو جمبري، لو اي حشوه يعني. بصوا اي حشوه بنبططها كده صغير زي القرصه كده، وبنحشيها بقى وبنعملها زي القطايف وبنقفلها، ونقدر نعينها في الفريزر يعني عجين، او نشمعها في الفرن. يعني ايه نشمعها؟ يعني نولع الفرن ونحطها في الفرن لمده 5 دقايق، لمجرد ان العجينه تتشمع بس من بره، او نعملها او نخزنها كعجين، ونحط اكياس بلاستيك بين الطبقات وبعضها. دي طريقة تانية للسمبوسك، لو انت عايزة تعمليها برضو وتخزنيها. ولكن انا يعني بعمل معاكم الطريقة الأصلية اللي احنا بنشتريها من بره وبنحشيها وبنحب نلفها مثلثات كده ونقليها في الزيت، وبنكون مستمتعين قوي واحنا بناكلها، وهي غالية. فانا دي الطريقة ديت ما تقلقوش، مش هتبقى صعبة عليكم والله ابدا، هتبقى سهلة جدا وبسيطة وسلسة، مش هتغلبكم ان شاء الله بإذن الله. انا واثقة ان هي هتبقى سهلة. عملت ايه؟ حطيت بقى كل ما بحط طبقة عجين، كل ما باحط طبقة كده أنا فرداها، يعني رغيف كده أنا فرداه، باحط زيت ودقيق. يعني الطبقة الأولانية زيت ودقيق والطبقة التانية، وبعد الطبقة التانية زيت ودقيق، والطبقة التالتة، وهكذا لما أخلص. لو أنا هعمل 4 طبقات أو 5 طبقات، بعد يعني ما أخلص الكمية أو أخلص الحاجات اللي عندي كلها، تمام. وأنا خليني أقول لكم إن أنا باين يعني الظاهر إن أنا عملت معاكم ال5 توريقات في الأولانية. يعني هي سهلة، هي ما بتش مش بتفرق كتير، يعني هي مش بتفرق كتير. أهم حاجة يكون الصاج اللي هتحطيه على الفرن يكون كبير شوية علشان يساع معاكي العجينة برضو كلها، والعجينة كلها تتشمع. ولو العجينة خدت معاكي شوية لون كده زي ما بنعمل الرقاق، عادي جدا، هي مش هتقولك لا، يعني هتتلف برضو وهتكون جميلة وهتبقى حلوة. وهقولك برضو يعني هتتلف ازاي او هتكون ايه عاملة ازاي. خلونا الاول بقى كده نفرد ديت علشان نحطها، ونحط الزيت والدقيق في الوش، على الوش بقى خالص مش هنحط زيت ودقيق. يعني دلوقتي كده هنحط الزيت وهنحط رشة دقيق، واخر عجينة هنحطها مش هنحط على وشها زيت ودقيق. زي ما بنعمل لما بنيجي نعمل الكرواسون بنعمل بس مش دقيق بقى، مش بيكون دقيق وزيت، بيكون زبدة ونشا، علشان يديني توريقات بين الطبقات وبعدها علشان ناخد النتيجة حلوة. فاحنا هناخد النتيجة الحلوة بقى في السمبوسك بالزيت والدقيق طبعا علشان التوريق. العجينة بقى الأخيرة اللي أنا هحطها دي مش هحط على وشها حاجة زي ما أنا قلت عشان تبقى سهلة في الفرد، بس هحط عليها كده من جوه زيت. يعني الوش اللي انا بدهنه زيت بتاع اخر قطعة هحطها واخر رغيف هحطه ده، هيبقى الزيت وشه للدقيق كده زي ما انتوا شايفين، يعني بالظبط كده زي ما انا عملت. بصوا بقى علشان ما تهدروش مقادير كتير، وعلشان عادي جدا يا جماعة، الكاميرا وقعت كده فمش مشكلة. علشان ما تخسروش طبقات، هقول لكم على حاجة حلوة قوي. واحنا بنفرد نتأكد ان كل حرف على الحرف.
هقول لكم ازاي. يعني احنا بنفرد اهو، احنا كده بنفرد في زيت هيسيل من الجناب وحاجات كده، عادي جدا ولا اي مشاكل. هنحط بس دقيق علشان تكون الموضوع الفرد سهل شويه. هيسيل الزيت زي ما انتم شايفين كده عادي، يعني احنا مش هنمسك الزيت، هو كده كده هيسيل من الحروف عادي، مفيش اي مشاكل يعني. هنصلح كل ده. انا بفرد اهو دلوقتي من جهه واحده، يعني انا بفرد دلوقتي من جهه واحده. وممكن مثلا اتهت عليا ان انا اقلب العجينه وفردت من جهه واحده وكملت فرد وخلاص يعني، وكملت بقى الخطوات. تعالوا بقى كده نقلب العجينه معانا. انا الاول بس بضيع الزيت الوقت. تعالوا بقى نقلب العجينه. شايفين بقى الحاجات، شايفين الحروف دي حته كبيره اللي انا بفردها، والحته اللي تحت خالص، يعني الحته اللي تحت خالص لمت وصغرت كده معايا. لو انا فردت العجينه على وش واحد وما قلبتهاش كل شويه على الوش عشان اتاكد ان كل الحروف زي بعضها، هتهدر مني كتير. يعني ايه هتهدر؟ احنا عايزين طبعا نطلع اكبر كميه من نص كيلو دي اللي احنا عملناه ده. هنطلع ازاي؟ احنا لو فردنا بقى على جنب واحد وما خدناش بالنا من الناحيه التانية، هتلاقي العجينه اللي تحت بتصغر واحنا بنكبر اللي فوق، واللي فوق رقت وكاد يكون خلاص هتبوظ مننا لان هي بترق بقى. واحنا عايزين طبعا يكون فيها شوية سمك لازم. فكل شوية هقلب كده العجينة علشان لو لقيت حرف يعني متاخر عن التاني او مش على بعضه او الحاجات دي نقلبها، يعني كل شوية نقلب كده ون ايه ون يعني ونحط الطروف على بعضها. يا رب بس اكون قادره اوصل لكم المعلومه. زي ما انتم شايفين، يعني انا فردت شويه على الوش الاولاني زي ما انتم شايفين، وبفرد دلوقتي على التاني. يعني اللي انا بفرد فيه كده قدامكم ده ما شاء الله مظبوط، والاربع حروف على بعضهم هم زي ما انتم شايفين فردتهم كويس جدا، والحروف كلها متساويه وقد بعضها. صاب كده على النار. النار تكون هاديه يا جماعه، النار مش عاليه ابدا علشان برضو ما يتحرقش منكم. هبدأ بقى كده احط الاربع طبقات على بعض. طب ازاي يا مروه هنحطهم الاربعه وهنقدر نفصلهم ازاي عن بعض وكل الحاجات دي؟ المهمه اللي هتقوم بالحاجات دي هي ايه؟ الزيت والدقيق. حطيتهم على زي ما انت شفتني كده، حطيتهم على كل وجه دقيقتين، 2 او 3 دقايق بالكتير. ما تخلوهوش بس ما تخلوهاش تاخد لون منكو كده زي شويه لون زياده، علشان برضو إيه يعني تبقى سهله معاكو كده. ولكن عادي يعني، هي مفيش فيها اي مشكله، هتتلف برضو وهتتحشي وهتبقى حلوه قوي ومفيش فيها اي مشاكل. ولكن دقيقتين تظبطي على يعني على الموبايل كده، مثلا لو بتعمليها الساعة 3 4 أي حاجة. يعني مثلا 2 و3 دقايق، نقلب على الوش التاني على كل وش 3 دقايق بس، مش أكتر من كده. وهي هتفصل منك وهتبقى جميلة قوي. اللي أنا بعمله الوقت المربع اللي أنا فردته، طبعا أنا بقى حاولت بقدر المستطاع إن يعني إيه يعني أفردها مستطيل عشان اما اجي اقطع ما تهدرش معايا كتير. انما انت لو فردتيها بقى يعني حرف كبير شويه وحرف صغير والحاجات دي، اما تيجي تساوي وتعدلي مش هتطلع لك حاجه يعني. هي مش هتفرط معاكي، فلازم تقطعي يعني تفرديها اصلا من البدايه حلو. شوفوا بقى لما فصلتها كل ده وهي سخنه، والله يا جماعه ما استنيتها تبرد ولا اي حاجه. كل ده وهي سخنه، يعني انا بفرد وبعمل كده معاكم وهي لسه اصلا طالعه من على البوتاجاز، وقطعتها معاكم كل حاجه. شوفوا عامله ازاي. سمبوسك دي بقى ولا مش سمبوسك؟ نشتريها من بره ليه وعشان ايه؟ وهي اللي يعني اللي احنا نجيبها من بره هتكون احسن من دي؟ طبعا مستحيل. هنفرزها وهنحشيها وهنهيئها وهنعمل فيها كل حاجه. زي ما انتم شايفين هي دي بقى الطريقه. هظبط بقى على يعني على بعض، وهبدا ان انا اقطع. مش هقطع طبعا بالطول لان بالطول هتكون طويله قوي وعدد الطبقات بتاعتها كبيره. هيبقى بالعرض هتعمل لي مثلا ايه؟ يعني دي كده اول واحده. هبدأ اخدها بقى كده وهبدأ اقطع عليها. لو مش هتظبطي التقطيع قوي تقدري تشتغلي برضو بالمسطرة، تحطي المسطرة كده وتقطعيها عادي جدا مفيش مشاكل. لو انتي مش هتقدري تظبطي التقطيع، الحروف المشنشرة وكل الحاجات دي برضو هتتحشى وهتتلف زي ما انتوا شايفين. شوفوا مفيش اي حاجة هتترمي يا جماعة، حرام اي حاجة تترمي، هتتحشى وهتتلزق وجميلة جدا. ومفيش اي حاجة حتى لو الحرف بتاعك طلع بدوران كده او زي بتاعي. طبعا الفردة هي اللي بتحكم، وانا مرضتش كان في ايدي اقطع الدوران ده. يعني في ايدينا نقطعه، بس انا مش راضيه اهدر كتير من المقدار بتاعي. يعني نص كيلو دي انا مش راضيه اهدر منه كتير. انا في ايدي اسوي الاطراف ديت ومثلا بدل ما تعمل لي 4 مثلا، تعمل لي مثلا 3 يعني في الفرد في الايه في الاربع قطع، يعني في الكوبر ده كله تعمل لي 3 بس. اسوي طبعا الحروف واقطعها واهدرها. وانا طبعا الحروف كده كده مش مضايقاني في حاجه، لان انا هلفها الحرف هيتدرى، وبعد كده هعمل عجينه اللزق او المادة اللي انا هلزق بيها السموسك بتاعتي. عادي جدا مفيش اي مشاكل لو احنا عملناها كده وظبطنا. وطبعا هتعمل معانا كمية كبيرة جدا وسهلة وبسيطة ومفيش فيها اي افتكاسة، وهي دي الطريقة الاصلية للسمبوسك. يعني مش جايبه لكم بديل بقى ولا عامله لكم مثلا حاجة. ولكن انتوا لو الطريقة دي هتحسوها صعبة ومش هتبقى تمام،
آآ تعملوا الطريقة التانية اللي أنا قُلت عليها، نفس العجينة ونفس كل حاجة وهنقطّعها صغيّر كده، يعني هنقطّعها لكِوَر زي كِوَر القُرَص بس صغيّرة، وهنبدأ إن إحنا نحشيها وهي عجين كده عادي، نحشيها بأي حشوة ونقفلها زي القطايف ونقدر نعينها في الفريزر بنفس العجينة، بنفس العجينة. لو أنتِ حابة تحطّي baking powder في العجينة حطّي، ولكن أنا ما حطيتش baking powder، ما حطيتش أي حاجة مواد رافعة، وما شاء الله طلعت معايا واتشالت من بعضها وحلوة وهشة، وإيدي باينة منها شفافة جدًا زي اللي إحنا بنجيبها من برّه. ولكن أنتِ لو عايزة تحطّي baking powder براحتك خالص، أو يعني اللي يريحِك. والعجينة ما فيش أسهل من كده، مَيّة من الحنفية ومعلقتين زيت على نُص كيلو من الدقيق ورشة الملح، يعني ما فيش أي حاجة. شوفوا إيدي أصلًا باينة من السمبوسك بتاعتي، مش تخينة ومش رفيعة، نفس السمك ونفس يعني إيه، الشفافية اللي إحنا بنجيبها من برّه، جميلة جدًا وهتعجبكم، أنا واثقة ومتأكدة إن هي هتعجبكم ما فيش كلام. شوفوا عاملة إزاي، شوفوا شكلها عامل إزاي. للأمانة أنا ما عملتش حشوة مخصوص، أنا كنت عاملة فاكرين الفيديو اللي أنا كنت عاملة فيه الرقاق وحاشياه بالفراخ، كان تحفة. أنا عايزة أقول لكم يا جماعة إن أنا خلاص صرفت نظر عن إيه، عن إن مثلًا لمّا تكوني عايزة تاكلي حاجة حلوة كده تعملي كريب. الرقاق الطري ده الجمال بتاعه فات الكريب وفات أي حاجة تانية. حلو حلاوة ما تتوصفش، وطعمه جميل قوي واحسن وغني كده، وفيه سمنة وفيه لبن، غني عن الكريب كمان. ولكن انت لو عايزة تعملي طبعا الكريب بلبن تمام، ولكن انا بقولك طعمه حلو. شوف السمبوسك عامله ازاي، شوف شكلها عامل ازاي. تقدروا طبعا بالمناسبة تفرزوها كده زي ما احنا بنجيبها اصلا متفرزة في الفريزر، بنجيبها كده. ولكن احنا بقى هنسهل على نفسنا وهنحطها في الفريزر محشية كمان. حشوة الرقاق اللي انا قلت لكم عليها دي كان فراخ متعصجه باقيه عندي وعينتهم في الفريزر ليوما ما واليوم يجي، يعني عملت السمبوسك ومش عارفه هحشي ايه وما كانش عندي حاجه، فطلعت اللي في الفريزر عندي. وشويه لحمه مفرومين كانوا باقيين برضو من الرقاق اللي هو الناشف اللي احنا كنا عاملينه، كنا معصجين لحمه مع بعض، وكان الرقاق الناشف عم يعني اديت الصينيه بتاعتي حقها في الحشو وفاض، فاكيد اللي هيفيض يعني مش هناكله كده وخلاص بقى، او ناكله حاف مثلا او نرميه او كل الحاجات دي، لا طبعا. اي حاجه بتفيض بتتعان في الفريزر وبيبقى لها اكيد مش لازمه واحده مليون لازمه يعني في الايام اللي احنا فيها دي. فعادي جدا هحط كده على الرخامه الحشوه البسيطه بقى اللي انت بتحبيها بقى، يعني تحشي على الرخامه، تحشي على ايدك براحتك جدا. هبدا بقى ان انا احشي اتني الطرف الاول واعمل مثلث كده زي ما نكون بنعمل ايه، يعني ايه نعمل مثلث الاول وبعد كده ايه نبدأ نلف بقى. وهعمل معاكم كمان واحدة تانية علشان برضو تكون كل حاجة تمام. عجينة الربط بتاعتي بقى دقيق ومية، شوية دقيق شوية مية يعملوا خليط زي خليط مش الكريب، اتقل من الكريب شوية زي خليط القطايف كده حبة، وهبدأ ان انا الزق السمبوسك بتاعتي بيه علشان ما تفكش مني، ولكن اقدر احط الطرف في الطرف التاني وملزقش لو انا حابه. ولكن انا بس عشان زياده تاكيد او اطمئنان هنلزقها بالعجينه ديت، يعني شويه دقيق. لو انت جايبه نص كيلو دقيق يا ستي حشي منهم معلقه صغيره من بتاعه السكر الصغيره، ويحط عليهم معلقه ميه وسيبيهم لخليط اللزق. تمام تمام، يعني مش حاجه مش هتكلفنا حاجه، بس نبقى مطمنين ان الحشوه بتاعتنا مش هتقع ومش هتروح في اي حته. زي ما انتم شايفين بعد ما لزقتها بقى كده بيكون شكلها يعني سهلة بسيطة. تعالوا بقى نتكلم على الحشوات شوية. زي ما انا قلت كده، على فكرة لو عملتوا بطاطس بيوريه، يعني بطاطس مسلوقة عادي، بطاطس مسلوقة وانتوا حاطين عليها كده ايه شوية بسلة، شوية جزر، ملح وفلفل اسود، كمون. شوفوا اولا يعني اللي ما يعرفش يلفها على ايده يلفها كده على الرخامة، وبعد ما تتعمل زي القرطاس كده يبدأ يعملها ويحط فيها. تعالوا بقى نتكلم عن الحشوات. بطاطس مسلوقة ومهروسة ومحطوط عليها معلقتين زبدة وملح وفلفل اسود. حشوة فراخ، حشو عصاج لحمة يعني عصاج فراخ، جمبري، جبن بس زيتون، آم، جبنة قديمة أو جبنة اسطنبولي مع شوية، مع يعني ايه، مع ورق من السبانخ، جبنة رومي، اقول ايه تاني، اي حشوة. بصوا اي حشوة في الحياة. صدر فرخة عندك باقي، يعني حتة فراخ كده باقية وانتوا مش عارفين تعملوا بيها ايه وولادك مش راضيين ياكلوه، قطعيها مكعبات مش شرايح طويلة عشان ما يعني ايه ما تبقاش رزلة كده في الحشو، شرايح كده مكعبات كده، وبصلاية وفلفلاية بلاش طماطم، وقومي مع بعض كده وقومي حاشية بيها السمبوسك، هتبقى جميلة 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 جدا. أي حاجة، بصوا أي حاجة عندك شغال،
حشو اي حاجه موجوده عندك شغال. تمام تمام وزي الفل. السمبوسك بتاعنا ايه، اتظبطت. حطيناها في الاطباق الفويل بتاعتنا، واللي محمره شويه قدامكم دي برضو حشيناها، يعني ما قالتش لا ومش هتقول لا، والدنيا تمام وزي الفل. وما خلصنيش ضميري يعني ان انا اعملهم كده وما اقليش منهم ايه اتنين كده ولا تلاته، مش عشان انا ادوقها والله، لان انا واثقه ومتاكده مش الحمد لله يعني بفضل الله ان هي تطلع حلوه ومفيش فيها اي اختلاف بينها وبين اللي بتيجي من بره، بل احسن. ولكن انا حبيت اوريها لكم بس علشان ما تقولوش ايه ممكن ما تكونش زي اللي بتيجي، او ممكن ما احناش ضمنا يعني، او نمشي ورا المقادير مثلا وكده. لا هي دي نفسها قليت منها باللحمه وبالفراخ. شوفوا شكلها عامل ازاي، شوفوا لونها عامل ازاي. والله العظيم يا جماعه يعني انا بجد بجد جميله ومقرمشه جدا على فكره، يعني واخده طبقه كريسبي من بره حلوه، مش حاطين نشا ومش حاطين اي حاجه. وزي ما انتوا شايفينها كده بتتكلم عن نفسها. دي السمبوسك، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم يا جماعة فضلا طبعا وليس امرا تعملوا لايك، تشيروا الفيديو لكتير مننا يعرفوا. والسلام عليكم ورحمة الله.